بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. برزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لواني وانا كاني شرحي الميسر في أصول التفسير لدرسان الرابردو باس لدو مصدري جرينج مان كرد لمصادر التفسير القرآن، يكميان تفسير القرآن بالقرآن، دوميان تفسير القرآن بالسنة النبوية. أمر دسينا المبحث الثالث باز لمصدر اشتردك لمصادر تفسير القرآن أيش بيدا قتري تفسير القرآن بأقوال السلفي. بس رتاب زين السلف ما بس بيتشيه. المراد بالسلف تفرمي القوم المتقدمون، يعني جلاني بيش إيمان. والمراد بالسلف هنا أدي ما بس من لرب سلف سيا السلف الخير، تفرمي هنا السلف الخير الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني السلف الخير الذين قال فيهم الرسول. سلفي بيشناني تساكاراني بيشما تساكاني بيشما كبيغمبري خوا سبارت دوان فرموتي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كإمام بخاري ومسلم لصحيح كي خوان هناويانا توا. جاء انطلاقا من هذا الحديث ذهب كثير من العلماء إلى تحديد مصطلح السلف الخير الصالح بجيل الصحابة والتابعين وأتباعهم. أم فرمودا زانان زور كرتان بلغا بو تحديد كردني مصطلح السلف طرين كاكا سلفي تساكني بيش خومان صالحين تشين أو سجيلية كجيل الصحابي بريزة رضا ورحمة إخوان لبي، ودوميان تابعين وسيميان أتباع التابعين رضا إخوان لهمان بيتن. جا وكو تقديري إمامي السيوطي رحمة إخوان لبي كاتكا وحديثة باز دكات دفرمي أقربي وببي تقريبي أما دابن ببي تقريبي الصال لبعثتي بيغمبري إخوان صلى الله عليه وسلم، أو قرني بيغمبري إخوان وقرني صحابة دس بيدكا تاوكو سطو دي هجري كأبو طفيل عامر وفاة دكاتن هندك درين سطو دي هندك درين سطو حفتا كواتا جيلي صحابة برين صالي سطو دي هجري كوتايدي، ثم الذين يلونهم أدي أواني كتابعين بداية كي ديارني تابعي لبروي هندك تابعي ما نهيش تهرنا وقرني صحابة وفاتيان كرديا بلام دتوانين بلنكا كوتاي قرني تابعين صالي سطو حفتاي هجري تقريبا حفتا سطو هشتاوها كوتايدية أدي قرني السيم أتباع التابعين يسان بهما شد دارين كاكا لصالي دو سطو بيس تقريبا كوتايدية تقريبا، يعني بتقريبي أجر سيري زمني أو سيجيل بيروزا برزا بكين دتواني برين كاكا لدو سطو بيست أوها بيستو بينس كوتايدية. إنزا سرتادين برزان تفسيري تعريفي تفسير القرآن بأقوال السلف وطبقاتهم ووجه الاعتبار أقواله مصدر لتفسير وكو أونا ونشانة باز دكين. المراد بتفسير القرآن بأقوال السلف ما بس مان بيتي وكو بيناسا كي ما بس تفرمي بيان ومعاني القرآن الكريم بأقوال الصحابة أو كما معنى القرآن بيان بكين روني بكينوا بلان بسر روني كينوا بقول الصحابي بريس والتابعين وأتباعهم وتابعينه أتباعي وان. ويتفرمي إذا رجعنا أو رجعت إلى كتب التي اعتنت بنقل التفسير المأثور عن السلف أقرب قرينوا بو كتب تفسيراني كواقرينجان زور بتفسيري سلف دعوة تفسير المأثور يعني النقل وكوشي كتفسير عبد الرزاق الصنعاني صالي دوسطو يازدو وفادكا، تفسير طبري صالي سيصتو دو فادكا، وتفسير ابن أبي حاتم سيصتو بستحفظ وفادكا، وتفسير ابن منذير الشيء رباسي نكردك سيصتو نوزدو فادكاتن وغيرهم غيري وانا تمشاتكيني. تفرمي وجدتها قد نقلت تفسيرات هذه الطبقات الثلاث أو تفسيران كتازنا وما نخينا أو أنا لو سيطبقيان نقل كردوا، ولا تكاد تجدها تنقل عن أعلام بعد جيل أتباع التابعين. نابين ولا تواي جيل أتباع التابعين نقل عن كردي كواتا جيل صحابة
تابعين أتباع التابعين تنها أوانيان تيدا نقل كردوا أو تفسيراني كتازة باس ما كرت أو مشهور لو أنا كأوانا قرين جانب تفسيري بالرواية بالمأثور دعوة. الطبقة الأولى طبقة الصحابة، بابزاني الصحابة شين الصحابي دفرمي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، أو بيغمبر يخوا جيشتو به ولا سر إيمانيش وفاتي كربيتن وشيء لقيا اللي را قيدك ذكرت اگر بلين من راى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك او صحابه ورزنا قرت عبد الله كريم مكتوم لبر او بيغمبري خوا بوي جيشتو بلام نيبيني بو او تعريفين دطاني بلين دقيق ترى لبر من لقي النبي يعني جيش به بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بلام حال كوني مسلم به مسلمان به ولا سر اسلامي وفاتي كرد به او بيد قلت صحابي. والمفسر من الصحابة مفسرين لصحابة ورزان من كان له آراء في التفسير كما كضلين الصحابة هم صحابة مفسرين أو مفسرين لصحابة شين أو كوا آراء تفسيرها به وكان متصديا يعني تفسير تأليف كربي هرسان دائما هيد زي تفسير الصحابة وكو مطبوع نجيش تبردستي ما تاوكو استاش تفسيرك هي كضل تفسير ابن عباس رضي الله عنه بلام أو منسوبة أو عبد الله كري عباس نيا بلكو تفسيري وان هموي بالروايات نقل كراو لكتب تفسيرها ويعد الصحابة في الطبقة الأولى من المجتهدين في التفسير صحابة لطبقية كما سودي كان سي طبقة أو نجل مجتهدين من التفسير دادندرين ولتفسيرهم ميزة تفسير يوانش يعني زياوازية هي على تفاسير من جاء بعدهم لسر تفسيرهم كالدواء أوان هاتون ولا يعدلهم في هذه الميزات أحد كس ناطوان إلا تفسير يوان لابدا بمشي وازيك وأوان كرديانا كما سيأتي هروكو دين سر باسي عندكين. ولم يشتهر من الصحابة في التفسير سوى القليل منهم. لصحابي بريز يعني كم يقرأ صحابي بريز كوا مشهور لتفسيره كوا رأيان هبيتن وأشهرهم به على الإطلاق لهرهم يعني زياتر كمشهورة شيء حبر الأمة وترجمان القرآن حبر الأمة وترجمان القرآن شيء كعبد الله كري عباس كري عبد المطلب كصالح شستو هجد وفادك لبري عبد الله كري عباس رساي خوي لبي كري مامي بيغمبري خواب صلى الله عليه وسلم أو يك دول لبيش هجرتها بس صال لدايق يعني 8 كسكبوا كبيغمبري خواج وفاتي كردوا ل يعني عمري هر همو يد صالام يعني 6 صال همو 8 بو كسير ده كان بيغمبري خوا دعاشي بو كدوا او واي كردوا كوا زورترين تفسيري هبتن اگر بيو سيري آثار كان الموسوعة التفسير بالمأثور كالوي نقل كراوا طبع كراوا لوي ده فرمي 8922 أثر يعني نقل كرديا كزورترين أثر لو صحابة ورزاوا هاتوا. ثم يأتي بعده في عدد المروي عنه ابن مسعود بنمري دومش سبارد كالروايات اللي كرابتن لزورترين الصحابة لدواي ابن عباس شيء عبد الله كريم مسعود كصالي سيدو هجري وفاتي كرديا أول موسوعة التفسير بالمأثور برزان حفصة الشستويك أثر اللي نقل كراوا ولدواي أويش أجر بين سيري كان ببي مريواته كان علي كري أبي طالب رزاي خوال يولاني ترجبه كصالي تشلمي هجري وفادك صارصت وتسلوهش رواياتي لي نقل كراوا رواياتي تفسيري لو موسوعة زي احتمال بسيار بكري باشا عبد الله كري مسعود وعلي كري أبي طالب بو أو أنا مروياتان كما مريزان أو تعصب باسمان كله بري ابن عباس رزاي خوالي بيت 8 كسكتر بو وبيغمر خواه دعاي بو كردبو اللهم علمه التأويل وعبد الله كري مسعود بتمن زور قورة تربو وعلي كري أبي طالب يشبه ماشد وأوانا زياتر برن علي كري بتربى مسألة خلافات وإلى سردم إمام عمر قاضي إمام عمر بو تمشادك أو مشغولية وإلي كردبو كوا أهند الروايات التفسيريان زور نبيتين. إن وجه اعتبار أقوال الصحابة مصدرا للتفسير بابزان بو قول الصحابة بمصدر تشيغرين دادن ريبو تفسير ذكر العلماء أسبابا تنهكاريا باسكر دوازانيان تدل على أهمية الرجوع إلى تفسير الصحابة أو همو بلغي لسر أو جرينجي بو قرانوا يعني أهمية قرانوا بو تفسير الصحابة بو تفسير وان بو قرآن. ومن أهمها لو سببان برزان يكميان أنهم شهدوا التنزيل أوان بينيانا كاتك القرآن دادا بزي وعرفوا أحواله وحال القرآن أو كاتك وهبوتسونا هم يندزاني لبروي بس الخيان دا بزيوا
وقد كان ذلك أكبر الأثر في علو تفسيرهم وصحتهم. برسترين يعني كاريجرترين تفسير، برسترين تفسير وراسترين تفسير أويك أو كاريب وغايلي بيتن كابرين كاكا باشترين تفسير وبرسترين تفسير ودروسين تفسير صحابي برزة، إذ الشاهد يدرك من الفهم ما لا يدرك الغائب. لبر أوي الشاهد أوي كبت ساعي خوي دبيني وكو كسيني كالير النبي وبا خبر بوي بتشيرنوا. إنزا دوم سبب برزان لبرويك بين أقوال الصحابة دبت مصدر تشجرين تفسير أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن. لبرو عند زاني كقرآن لبو تشدا بزيا حالي كسكان، ومن ذلك معرفة عادات العرب، عادات العرب عند زاني تسبو في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم في وقت تنزيل القرآن. وكثير من آيات القرآن لا يفهم معناها، زور لآيات القرآن ما نازن إلا بمعرفة تلك العادات، يعني أتوقع عاداتاني أو سار أو كاتي نزاني لكاتك القرآن دابزيا بيش وقتو تفسير كي نازاني بون من الله مش نمونيتشي هناوتها عايشة داتش إيمان داران دفرمي كخواي قول السورة البقرة لآيات نوز دفرمي ثم أفيض من حيث أفاض الناس سيو آياتي يتوقع عاداتي أو كاتي قريش نزاني تيان كردية لعرفة مستحيل أو معناها بزاني. عايشة داتشي من داران تجربة فرمي كانت قريش ومن دان دينها يقفون مزدلفة لروج عرفة عند رسول الله مزدلفين رادة وستان لمزدلفين رادة وستان، وكانوا يسمون الحمسة بيان قلت حمس. وكان سائل العرب يقفون بعرفة بل هم عرب غير قريش دسون لشند رادة وستان لروج عرفة لسر سياي عرفة لا يراد وستان. فلما جاء الإسلام أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفة أدى بزي إسلام هات پروردگار داوي لبيغمبر إخوة بها ما شد أويش لعرفة رابزي ثم يقفوا بها لوي رابوسته ثم يفيض منها لوي بتخواره كواتا أقر بيو أو عادات إما نزانين مستحيل أو آيات بزانين تفسير بكين. سيم يعني بريزان هو كارت سيا تفسيري الصحابة بمصدر تشجرين بو تفسير دادان دريتن أنهم أهل لسان الذي نزل به لبرو أني أهلي أو زمانين كقرآن بزماني وان كعربية دابزيوا. لما كان القرآن نزل بلغتهم القرآن بزماني عربي صحابة دابزيوا فإنهم أعرفوا به من غير أوان شار زاتربون لغير يخوان، وهم في مرتبة الفصاحة العربية زبرت بفصاحة لمرتبة برزابون بليتش برز، فلم تتغير ألسنتهم زمان يعني هيز قرآن كاري بسردانة هاتبو ولم تنزل عن رتبتها العليا في الفصاحة لفصاحتها أو بليانها تخواروا، لذا فهم أعرف من غيرهم في فهم الكتاب والسنة. لبروي أوان باش شارزاترين ينبون لتيجيش القرآن والسنة، فإذا جاء عنهم قول زابوه بزانين أجر قولي الصحابة سبارت بتفسير هاد به أو عمل يعني فعل كان واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة. أجر هاتوا قولي الصحابة بو تفسير يعني فعلي الصحابة بو تفسير هاتبو أول لهرها ميكاري قرتنا كو اعتمادي للسر بكين سبارت بم جهة لمروي كو أمسي وكارش كو تازة باسمان كرد سوارم هو كارشان تفرمي حسن فهمهم يعني تيجيشنا تيجينيشي دروزبو. إنما نظر في أقوال الصحابة في التفسير متدبرا لهذه الأقوال هركس سيري أقوال الصحابة بكاتن سبارت بالتفسير تدور بتوا ومتفهما لمقاصدها وعلاقتها بتفسير الآيات وما بستكان تيبقاتو وبزاني زوري بيوندي كي تسونا سبارت بتفسير القرآن فإنه سيتبين له ما آتاهم الله من حسن البيان عن معاني القرآن من غير تكلف. بوي بدر دكوي أو كخواي جورا بيداون لحسن البيان يعني رون كنوي شي زوان دروس لمعنى القرآن ببوي هز تكلفك ببوي هز يعني زختك يعني زياديك لخوب كان برتراهم تفرمي يلقون الألفاظ بداهة على المعنى هر سرتا يكسر معنى كي ضلن ببوي هز تكلف بكان درستي بكان بمشيوازي فتصيب منه مراد ما بستكشان يعني أصيب دبيتين يعني الدروس دبيتين بينزم هوكار كاني كجرينجيز تفسيري الصحابة بالقرآن سلامة قصدهم قصديان دفرمي سلامة بوا مبستيان لم يقع بين الصحابة خلاف دفرمي يؤثر في علمهم هيج تقول النوان صحابي برزروا ندابو كواكاري قدسر علميان بكاتن بل كان الشأن الخلاف بينهم إظهار الحق بل كتن هاد درخستني حق بوا
لا الانتصار للنفس أو المذهب لبر أوي سرخصني نفسي خوي نبوة يعني مذهبك خوي السر بخاتن هروكو فرقة كان دواتر بيدا دبن. ولهذا جاء تفسيرهم بعيدا عن مشكلات التأويل المنحرف. تبني تفسيري صحابي بريز دورة لو مشكلات مسألة تأويلي كمنحرفا وكتي دفرمي وصرف اللفظ القرآني إلى ما يناسب المذهب بين تفسير آيات كان بوي كبقون زي لقرتي بيقون زي لقر مذهبك يخوي أو غيرها من الانحرافات في التفسير يعني غيري وانا لا تفسيرا. الطبقة الثانية والثالثة طبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين. جيلي دوم سيم كتابعين وأتباع التابعين برزان. تابعي تشيا من لقي الصحابة ويك جيش بي بالصحابة وهو مؤمن إيمان دار به ومات على ذلك لسر إيمانش مرد بيتين. وقد كان المفسرون في طبقة التابعين أكثر منهم في طبقة الصحابة وأتباع التابعين. والله أجر زورترين أقوال تفسيري كنقل كرابي لجيلي تابعين حتى لصحابة كانوا لدواي خوشان زياترن. أدي التابعي شيء هو من لقي التابع وكسيك بالتابعي جيش بيتن وهو مؤمن إيمان دار به ومات على ذلك لسر إيمانش مرد به. وبعد طبقة أتباع التابعين اعتمد أئمة السنة على أقوال المفسرين في هذه الطبقات. لدواء أتباع التابعين سير دكن أئمة السنة أو كبرن أهل حديث أو اعتماد على سر سكر ديال سر أقوال مفسرين بلام لتشين دري يعني أهل حديث ديره اعتماد على سر أو سجيل كردو سبارت بتفسيرها. وقل فيهم التصدي للتفسير كم بون لدواء أوانش كوا تفسيريان يعني آراء تفسيريان أبيان تفسيريان نفسي حتى ظهر ابن جرير الطبري يقلوان يساو تفسيراني كهمان دواتر إن شاء الله بس جدا كان تفسيري مقاتل كرو سليمان كصالي سطو بنزاي هجري وفاتي كرديان تفسير كي مطبوعة ولا بردست معنا. وعندك تفسيري تريج تفسيري مجاهد هيا ايش بلام ضلن اوائي خوينيا بلكو مروين عنه كآدمي كوري إياس لنقل كردوا كواتلي رتاو كدقات سردم إمام الطبري كصالي سياسة الديهجي الذي أبرز أسلوب المفسر الناقد والمرجح بين الأقوال اللي ريت مشاهدة كين إمام الطبري رحمة يخوي لبي وكو مفسيري رخنقر وكو مرجحك يعني بين الأقوال كتن أقوالك دائما قولي خوي لكو تايدا ترجيح قولك لو قبلان دكاتين. وجه اعتبار أقوال التابعين وأتباعهم مصدرا للتفسير هو كارتسيا لتسوريك وأقوال التابعين وأتباعيان دبيت مصدرك لبو التفسير برزان. هذا الموضوع من الأهمية بمكان أو بابة زور جرينجا لأن بعض الباحثين يشكك في اعتماد هذا المصدر هندق لنسران قمان دروز ده كان سبارت بمصدره كتفسير القرآن بقول التابعين وأتباعهم فضلا عن أهميته ذاك شتشان لا اعتماد كردن السرية بي أو أهميتك هربازنا كان. ويمكن إجمال القول في هذا الأمر من خلال النقاط التالية دتوان بوت النقاطة كوكوام بكينوا يكم يندفرمي أن التابعين وأتباعهم وعاء لتفسيرات الصحابة. تابعوا أتباعيان وكو برن وعايك وكو خزانيك وكو شتيكوا تورجيك وكو برن شتيكوا لخوي كوبكاتوا خلقري تفسيرات الصحابة بون التابعون وأتباعهم طريق إلى تفسير الصحابة. سكوا أما قرمان بقين بتفسير الصحابة دبي بتستابرون بو جيل دابرون كجيل التابعين وأتباع التابعين وقد كانوا وعاء لتفسيراتهم لبروانا وكو زوركيك وكو برينشتيشي وها كوا زرفك كوا تفسيرات وان خوان قربو وحملوها لمن بعدهم هريان قربو بوداي خوان. ومن وازن بين الروايات السلف في التفسير فإنه سيجد اتفاقات كثيرة بين تفسيرات التابعين وأتباعهم وتفسيرات الصحابة. أجر بين موازنة بكلنوان تفسير الصحابة وتابعة تبين الزور بيكتسوني كلنوان أو دو جيلي يكم دقا دو جيلا كي دواي أوان وإن لم ينسبوها للصحابة. أجر قول كان نرين الصحابة واي قوتوا أجر بخوشان قوتي بيان تمشادك يعني بيكتسويتشي قلق زور اتفاقيتشي قلق زور هي أوج بالقيل سروي كوا أوانا قتابي أوانا كاريجري علمي الصحابة واجتهاد الصحابة لسروان كاريجري كدر كوتوا. دوم جرينجي سبارت بتفسير تابعين وأتباع التابعين تفرمي وهي ناشئة عن الأولى لبرأي أوان لسر جيلية كم قوربونا أن المنهج الذي سلكه الصحابة في التفسير والمصادر التي اعتمدوها لم تتغير عند التابعين وأتباعهم. أو منهج كصحابة لسير وشبو تفسير أو مصدران كصحابة لسير وشبو تفسير تابعين يشبه ماش لسر أوانا رويشتونا هيج تيجان قرآن كريم بسر دانيناوا
فلم يبذلوا أو يزيدوا في ذلك، فلم يبدلوا هيك كان تبديل نكر، هيك كان زيادة نكر، ولم يظهر عندهم مصادر أخرى غير التي كانت عند الصحابة، أو مصدر كلك الصحابة وهما شدوا تفسير القرآن بالقرآن بأقوال الصحابة أو كزيادة تفسير الصحابيان بو زيادة ربوا بس قال مسألة لغش كواهم صحابة بكارهم أوانش دعاء بكاردين، وهذا مما يعزز أقوالهم في التفسير ويقوي قبولها. أو جوالي دكاتن كوا قوليا وان سبرت بتفسير كوا بهز بيتو وشويني قبولش بك وقبول ذكرتن. سيم هو كار كوجه اعتبار أقوال التابعين وأتباعهم كمصدر بيبو تفسير برزان أن عدم اعتماد أقوالهم يعني ما بس ما في اجتهادهم يلزم منه انقطاع حلقة من حلقات التفسير. أجر بيو أما جيل تابعين وأتباع التابعين داب برينين كواتا دي ما تسون بس حابة داقين كواتا دي حلقيك حذف دبي فراغ دروس دبيتن ما كاتا جمانه بجين بتفسير الصحابة دي بلا رجع شيء بجين الرجع أتباع التابعين دواي تابع أوز الصحابة كواتا أجر أم أقوال وان وشادوان ترق بكين ليرى حلقيك نقص دبيتن. وهذا الانقطاع أو بترانا يلزم منه أن فهم القرآن قد انقطع على الأمة. أجر وايلي بيتي سلازم دكات سلا خوي دروس دكاتن للانقطاع قوتي جيشني القرآن لسر أمة قطع دبي نامنة، فيكون العصر الذي عاشه هؤلاء حلقة تفرمي فرغ فيها علم التفسير كواتا الليرة أو حلقة كتابعين وأتباع التابعين أو علاقة أو دجيلة فراغ اقتدى لعلم التفسير تدا دروس دبي ولم يكن له من يتصدى له كزنابة ورنكاكا ولا لا أتباع التابعين يعني التابعين يعني كوا تفسير يعني كردو بيتن. سهرم هوكار أن العلماء الذين دونوا التفسير المأثور من السلف أو زانا برزاني كوا تفسير بالمأثور على السلف نقل كردوكو برين تفسير عبد الرزاق الصنعاني، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير الطبرية غير وانش كتمشادكين قد اعتمدوا النقل على هذه الطبقات الثلاث سير كان اعتمادا على السلف أو سير طبقة كردية الصحابة التابع أتباع التابعين، وتتابعهم على هذا الفعل إناس بحجية هاتين وأواني كالدواء أوانا شاتون كوا شون كوتوي أمزور بوتسون تفسير وانا نقل كلا ولا بسيجيلا إناسيك يعني ضل نوايك بحجيتك أو دو طبقش بحجة هذا لقرتي مع الصحابة لقل طبقي صحابي بريس بينزم هو كان لوجه الاعتبار أقوال التابعين وأتباعهم كبيت مصدر وتفسير أن التابعين وأتباعهم دفن في عصر الاحتجاج اللغوي حجتها للسردميوان يعني عرب لزماني خوي لمسألة لغة اعتماديا لسر أو جيلانا كردوان. وكثير من التابعين ممن يحتج بكلامهم في اللغة زور لو تابعين يعني قصكانيا بحجة دادا درس بارد باللغة زماني عربي، والآخرون منهم لم تعهد عليهم عجمة في فهم العربي للقرآن وغيري وان غسير بكن غيري بن جيل التابعين أوان جواتر لم تعهد عليهم عجمة عجمة دواي أوان دروز بعجمة يعني عجم داخلي فتوحات إسلامي ونهاتنا ناو إسلام وزماني وان ده يعني كاريجري لس زماني عربي دروس كرد هندق عجمي كتدا رويتا. إن زاد فرمي وأقل أحوالهم خصوصا أتباع التابعين أنهم نقلة اللغة خاصة جيري أتباع التابعين سكو أوان لغة عن نقل كردوا يعني بونو من السير ده كان خليلي كوري أحمدي فراهيدي كصالي سطو حفتا وبينس كا بجوري علماء لغوي داد ندري سير ده كي لغات همو قسكاني وي يعني دلالي كلمات وي بو كلمات كان نقل كراوي ولا جيل جيا ولا جيل أتباع التابعين جيا إكواتا بهماش أتباع التابعينش لو جيلبونا ومشاركون للغويين في سماع اللغة من العربي أوانش بجداربون بوزمان وانيا كان كسبارت بسماع اللغة عرب لغة لعربة وفي نقلهم لها من خلال تفسيراتهم لغوية وسبارت بنقل كرنكانش يعني بون منا إمام الطبري رحمة الله حتى لهنديك شوين أجر هاتوا أجر للصحابة يعني تابعي رأي كان هبي تفسير كان هبي أهل اللغة بتنيا رأي كان هبي تفسير الصحابة وتابع كيف يشي بدخاتن مهما كان أو كسي لغوية كشعر زايش للغة ده هبيتن كوات أواهرها مي بلغان لسروي كوا جيلي أقوال التابعين وأتباعهم دبيت مصدر تشجرين لتي لا تفسير القرآن. أنواع التفسير السلف زوركان برزان يمكن تقسيم التفسير الذي وجد عند السلف من خلال نظرين أقل بيو أو دابش كنا السير كن لدور والنظر إلى ما رووه أو كأمان روايات يعني إخوان يا بيدا قلت التفسير المنقول والنظر إلى ما قالوه أديو كبخوان وتيانا تفسير يعني كلها كبيدا قلت اجتهاد بيدا قلت التفسير بالرأي يعني التفسير بالمنقول والتفسير بالرأي من منقولك
تابعي وصحابة تابعي وأتباع تابعين لبيش خوان نقل كرديا أو اجتهادش كوا اجتهادي خويتيان نقلي لبيش خوان نكردوا. النوع الأول التفسير المنقول، وهو 4 أنواع وشان سوار زورا ما يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيرات أويك لبيغمبر إخوان نقل كان صلى الله عليه وسلم لتفسير بيغمبر أوجد شيء دفرمي ما يرويه الصحابي عن النبي أويك صحابة لبيغمبر إخوان صلى الله عليه وسلم نقل كبي من تفسيراته الصريحة تعد من التفسير النبوي، يعني أو بتفسير نبوي حساب ذكرتين لبراوي أو تابعي لشيء نقل كردي للصحابة والصحابة لشيء لبيغمبر إخوان بيغمبر إخوان بخوي تفسير آياتك كردوا بيد قتلت بيد قتل التفسير النبوي، وبتفسير النبوي دادن دريتن لا من تفسير الصحابة، وبتفسير الصحابة دانا دريتن، لأن مهمة الصحابة إيش الصحابة اللي رتيا في مثل هذا فقط النقل بس قواس نويتي. دوم زوريان كواتا وبتفسير النبوي حكم يعني حجشة. دوم يعني ما يروى عنه من أسباب النزول الصريحة أو يكاد بين الله تابع أتباع التابعين اشتق نقل ذكري أو اشتتيا أسباب النزول بلام أسباب النزول الصريح بصريح باسي وكاري دابا زيني آية كذا كاد. الأسباب النزول الصريحة مما لا يتأتى بالأثر أو الناكر إلا دبيب أثر نقل بيتن، وهي مما يؤخذ من الصحابة ودبيب الصحابة نقل كرهبة، إذ لا يمكن أن يخترع سبب النزول لآية ما كناكر هيز لو كسانا لو تابعي أتباع التابعين لأخوانا سبب نزول يقدروز بكن، وما دام الأمر كذلك أجر الشكش أو هابه فإن أسباب النزول الصريحة مما يكون بالنقل لا الاجتهاد كواتا لا أسباب النزول بس بنقله اجتهاد إخوان نابي بخنا ناو كواتا لي سير كان برزا مسألة أسباب النزول بيغمبر صلى الله عليه وسلم بس سبب نزولي هي لحديثنا هاتو أوي كوابوي من نقل صحابي برزا أوي كنقل ذكاء صحابي برزا بوي أصل إستاك باز ذكين، والأصل في ذلك أن الصحابي إذا نص على سبب النزول فإن قوله حجة لبر أوي حر صحابي برز كضلي هوكاري دابزيني أم آياتا أو هوكاريا أو قول بحجة دادن دريتي حتى زانيان بمرفوع حساب كان كأنما سيبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم لبرتي، لأنه ممن شهد التنزيل بخوي آياتك كبني أو كاتي دابزيا أو رواه عمن شهدويان أو صحابة لصحابيش نقلتك بخوي ديدتي، وهو في حكم المرفوع أو زوريان كصحابي برز نصيتي هي لسبب نزول آياتك صريحشة أو دبيت حجة وحكم كشي مرفوعة وكوبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم باسي كدبيتن ما قر لرا حالتي قرهاته إلا إذا ظهر ما يدل على أن الصحابي قالها باجتهاد، ما قر صحابي بريزة باجتهاد خوي كردبيتن، وهو لا يقصد سبب النزول مباشر أوش ما بس في سبب نزول مباشر نيا كواتا وكاتي دبيتتسي، بل يريد أن ما ذكره يدخل في حكم آيات وكوا دبيت تفسير آيات. وسبب النزول الصريح أو باس ما كرد يبنى عليه التفسير كتفسير سبنا الكرابي تفرمي ولا تجوز مخالفته ناكر بيش مخالفة بكين لبر الحكم مرفوع وردكري، بل يكون الدليل على بطلان التفسير الذي يخالف ما دل عليه السبب. هروها الدبيت البلغة سروي أو رأي تلك بيت سواني أو رأي كسبب نزول تداهاتها بباطل دادن ريتن كمخالفي سبب نزول كيتين. سيم يعني زور للتفسير المنقولي لزور كان تفسير السلف برزان ما يرويه التابعون عن الصحابة أو كتابعي لصحابي برز نقل دكاتن وكوت يعني بون منا مجاهدي كوري جبر دفرمي ابن عباس واي قوتوا بون منا أو حكم التفسير الصحابي اللي رأوا حكم تفسير الصحابة وردقري تسكى قولك قولي صحابها، إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل دفرمي المنقولي فلام اللي رأت شيء بو إيمي نقل كردوا تابعية كان نقل كردوا لصحابي برز بو يدبيت منقول، وإن كان بالنسبة لقائله رأي أجر سيدي عبد الله كوري عباس زي خوي لبي برأي خوي يعني بنون باجتهاد خوي أو تفسيري كرد بيتنا أو سبارد بسبب نزولنا عموميات باز ذكين سوارم يعني ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين بها ماشد كأتباع التابعين للتابعين نقل ذكا عبد الرحمن كوري زيد كصالي سطوة اشتادوه فهدكاتن لزيد كوري أسلم لباوتشي خوي كان نقل ذكا بون منا باوتشي كتابعية، وحكمه حكم التفسير التابعي ولا حكم تفسير التابعي هذا دريتن، إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل دفرمي المنقول من قبيل المنقول سكوش هرب منقول هذا دريتن سكان نقلة، وإن كان بالنسبة لقائله كتابعية رأيون.
وما يكون طريقه الرواية المحضة هكذا أو كطريق الروايات بتن أو لبيش أخوي نقل أو لبيش أخوي بمشي وازع أو هايا، فإنه لا يمكن أن يكون فيه رأي أو أنا رأي خوان تدانيا بلكو نقلي أو بيش أخوي كردوا، لأن الناقل ينقل ما بلغه فقط. دائما إشي ناقل أو قولي بيش أخوي نقل دكاتن أوان برزان ليرة كتايب واني أمر من دينين أم درسمان التفسير بالمنقول كزورية كمبولا أنواع تفسير السلف درس ذاته إن شاء الله تسينا التفسير بالرأي لتفسير السلف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.